أشغال ملعب مولاي عبد الله بالرباط. صور أخرى لأشغال الملعب الجديد بالعاصمة الرباط بسعة 69,500 مقعد استعدادا لتنظيم كأس أفريقيا 2025. يعرف هذا الملعب تطور مهم حيث يدخل مرحلة جديدة من الأشغال بداية تركيب المدرج الثالث الذي سيعتمد على الأعمدة الفولاذية ميتاليك، وهي تقنية جديدة اعتمدت في عديد من الملاعب الأوروبية كملعب توتنهام الجديد.